معركة النهروان، مالك الأشتر يقول علي بن أبي طالب يقول في حقي: مالك الأشتر لو وطأ على بطن أبوه في ليلة ظلماء لما ارتعش قلب لمالك. يقول مالك بمعركة النهروان كان عمر العباس 12 سنة، فعلي بن أبي طالب قال للعباس توقف على القنطرة. مالك الأشتر تباوع العلي قال له خاف ما يقدر بعد صغير. فيقول مالك رمقني العباس بطرف عينه، كل ما تذكرتها ارتعشت فراسي. فالعباس يقول للمالك ميل مالك الحدر الضلوع اختار ودخن والخيول تريد نلكدهن، خزرتك وارتعشت تقول كالفنيان ترى عزم السيوف بعزم شايلهن. انا عمر 12 بس 12 معصوم، من احمق علي جبنا نقاعه واسدهن، اللي يلمع للشمس بالطعن ما بي خير. المال مع خدود الطبر ما خفن، الما يعرف يكظهن لا يقيمهن، اللي يرع سيفه يتخيل بالرقب مقعاد، اللي تعبر الزلم ما ينعد بعدها. ابو فاضل يقول اللي يبرد مو رفيج الحار يهو الحار، التراتب لا سلف ينعاب مظهرهن، اللي يبرد مو رفيج الحار يهو الحار، التراتب لا سلف ينعاب مظهرهن، اللي مخاول حجن سالفته بالرجلين وتلقاه ينكر التيجان ويذمهن، مو قد الحجن ينعبر بالديوان، الدلال تعيبهن لو خفت موقدهن، اللي يرعش من ينيشن دام حفت الريش، ومن نيطك فشل الماء من يشلهن، مغمق بالرقب حد ما مطلع ماي، السنابل تفتشر للي حزم حرب، اللي يوقف بالحرب يتلاقفن النشاط، السيوف يوقفن تكثر صوايح، ابن ادم ينعرف لو قعد بالغربين، الفحطن باللكت تنوخذ غيبته. العباس يقول ما احب السهم شي يطق من بعيد، المحاضن يا محل البيض طقته، ما احب السهم شي يطق من بعيد، المحاضن يا محل البيض طقته، اللي يعثر بالعرك بالخيل حلوه يصير، اللي يرعش مو جبين الكلف مقبره. يا مالك يا مالك ميز الموتجف ما كالسير ولا قد هالرعش للماء تحسبه. العباس يقول للمالك ابرز ونشوف شيابا، ابرز ونشوف شيابا امك وامنا، هو برز ونشوف شيابا، هو برز ونشوف امك وامنا، برز ونشوف شيابا امك وامنا، برز ونشوف شيابا امك وامنا، برز ونشوف شيابا امك وامنا، برز ونشوف